السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا طبعا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله النهارده هنبدأ الدرس الثاني فلسفة. بس أنا شايف أغلب الطلاب مش فاهمة النظام اللي إحنا شغالين بيه ازاي. أنت دلوقتي هتفتح الديسكريبشن أو الوصف بتاع الفيديو. هتلاقي لينك جروب التليجرام دفعة أولى ثانوي. هتلاقي بينزل لك عليه حل الواجب، بينزل لك عليه الامتحان، بينزل لك عليه هتلاقي كده كل حاجة تخص الكتاب بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، ومجاني، كل حاجه مجاني. زائد كمان هتلاقي فورم لينك كده، الفورم ده بتخش بتملى فيه بياناتك، الاسم، رقم التليفون، رقم تليفون ولي الامر، المنطقه، كل البيانات بتاعتك. طب ليه كل ده يا مستر؟ عشان نعرف نكلمك ونتابعك. احنا بننزل لك كل الحصص على اليوتيوب بس مش عايزين نسيبك تايه كده، عايزين نكلمك نشوفك بتسمع الحصص ولا لا، عايزين نشوفك بتحل الامتحانات معانا ولا لا، عايزين نكلمك نشوفك بتحل الواجب ولا لا. لازم نتابعك وتلاقي نظام متابعه زي المنصه بالظبط. مستر احمد رضوان اللي هو انا عامل لك كل ده مجانا، مش عامل لك منصه ولا عامل لك اي حاجه، انا عامله لك على اليوتيوب كده. فساعدني ان انا اساعدك، فاهمني ازاي؟ فانا بلخص لك كل ده وعامل لك الكتاب قمه في التحف، كم اسئله كبير جدا، شرح في قمه التفصيل، الكتاب اللي احنا شغالين منه وهتشوف الشرح بتاعه، يعني مش سايب لك حاجه. تعالوا نبدا كده درس المنطق. احنا شرحنا طبعا الحصه اللي فاتت فلسفه، ان شاء الله المره دي هنشرح منطق. طب المنطق بيقول ايه يا مستر؟ اول حاجه عشان افهم المنطق لازم اعرفه، لازم اعرف المنطق ده ايه التعريف بتاعه. قال لي يا مستر اي حاجه بنعرفها في الفلسفه يبقى فيها لها تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. ايه التعريف اللغوي ده؟ اللي هو جالنا ازاي عن طريق اللغه ازاي. قال لي تعالى نشوف يا مستر. قال لي تعريف علم المنطق في اللغه العربيه، قال لي تشتق كلمه المنطق من النطق. قال لي ماشي. طب يعني ايه النطق؟ هو الكلام الصادر عن التعقل. يعني ايه الكلام الصادر عن التعقل؟ يعني بعد ما فكرت كلمت. الكلام الصادر بعد التفكير، هو ده التعقل، هي دي كلمة التعقل، يعني بعد ما افكر اتكلمت. جميل قوي. طب في اللغة اليونانية مشتق من الكلمة اليونانية لوجوس، وتترجم الكلمة العقل. يبقى في اللغة اليونانية المنطق ده اسمه لوجوس، تمام؟ ومعناه ايه؟ معناه العقل. لأن المنطق يا مستر باختصار كده مفيد، معتمد على العقل، كل اعتماده على العقل. قال لي جميل قوي يا مستر. طب ده كده التعريف اللغوي. ايه بقى التعريف الاصطلاحي؟ قال لي بص يا مستر، قال لي العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لي والله علم بيدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح، يعني بيديني قواعد منظمة مرتبة عشان افكر بطريقة صحيحة. قال لي جميل قوي. وبص التعريف كلمتين، العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح. مش محتاج حاجة، كلمتين ابسط من بعض. يعني انا بشوف المنطق اسهل كتير جدا من الفلسفه. ليه؟ عشان واحد زائد واحد هيساوي 2 على طول، مفيش وش، مفيش صداع، مفيش رغي كتير. قال لي في الاول بس بيفهمني المنطق ده بيتكلم مع ايه، بعد كده بقى هتلاقي الحاجات اللي انا بقولها دي، القضايا والحدود والكلام ده كله. قال لي جميل قوي. اي انه يبحث في القواعد المتعلقه في مختلف مجالات العلم والحياه. قال لي جميل قوي يا مستر، يعني علم المنطق بيخلينا افكر صح. الله ينور عليك. عشان كده يا مستر بنربط الفلسفه في المنطق، الفلسفه بتخلينا افكر، المنطق بيخلينا افكر صح. ماشي، هي بتشغل طريقه تفكيري وبتخليني عندي حب المعرفه والشغف والكلام ده، لكن المنطق بيخليني افكر بطريقه صحيحه. تعال افهمك ازاي؟ تعال افهمك، اديك مثال بسيط. العلماء لما بييجوا يعملوا عمليات ومش عارف ايه وتجارب والكلام ده، المنطق هو اللي بيرتب لهم الطريقه اللي يعملوا بيها العمليه. ليه؟ عشان يوفروا وقت ومجهود وتكلفه، يوفروا كل الكلام ده لازم يرتبوا يمشوا بخطوات معينه، لازم من الاخر كده يفكروا صح يا مستر. قال لي جميل قوي يا مستر. طب ماشي يا مستر، بيقول لي بقى المنطق في حياتنا اليوميه يعني بيعمل لنا ايه؟ بيفيدنا ايه المنطق في حياتنا يا مستر؟ انا معلش انا بدرس منطق اهو في اولى ثانوي، انا استفدت ايه؟ تعال نشوف. قال لي حينما يفكر الانسان في حل مشكله معينه، ماشي، فانه يقوم في الواقع بنوع من المحاوله والخطا ذهنيا، فهو يستعرض في ذهنه الحلول المختلفه للمشكله.
قال لي يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا دلوقتي عندي مشكله، بحط في دماغي حل واثنين وثلاثه واربعه، واشوف بالنسبه لي انهي واحد اقل ضرر ليا واروح اعمله. جميل قوي. ويرفض الحلول الخاطئه، مش عايز الحلول اللي مش هتفيدني او الغير ملائمه، ثم يختار الحل الذي يراه ملائما وصحيحا. الاقل ضرر. لو انا في مشكله طبعا صعبه جدا، لو انا في مشكله عاديه يبقى انا اختار الايه؟ الاكثر فائده بالنسبه لي. وفي الواقع يمكننا ان نلاحظ ان الانسان العادي قد يستخدم قواعد التفكير السليم في حياته اليوميه دون اي دراسه لعلم المنطق، فكثير منا يمارسه بالطبيعه هذا النوع من التفكير الذي نسميه بالتفكير المنطقي. يعني ايه التفكير المنطقي؟ يعني التفكير الصحيح، التفكير الذي يدرس القواعد العامه للتفكير الصحيح. يعني بفكر بطريقه صح يا مصر، بفكر بطريقه سليمه، بفكر بطريقه منظمه، هيخليني افكر صح. هو ده اللي بيعمل لنا المنطق. قال لي جميل قوي، اديني مثال. اذا عرفت ان نتيجه امتحانك قد اعلنت، وكانت هناك اسباب تحول دون ذهابك الى المدرسه لمعرفه النتيجه، فانك تسال زميل لك عن نتيجتك، فاذا قال لك زميل ان كل الطلاب نجحون، دي بقى اللي هناخده قدام، حاجه اسمها القضايا، فإنك تستطيع على الفور أن تستدل من ذلك على نجاحك، لأن بعض أو جزء من كل. يعني إيه؟ أفهمك النقطة دي عشان ما تتلخبطش. يعني أنا دلوقتي كل الطلاب نجحون، مش أنا جزء من الطلاب دول. أنا اللي هو الطالب بيتكلم عن نفسه، أنا مش جزء، يبقى بعض أو جزء من الطلاب دول أكيد ناجح. انا بقول لك كلهم ناجحين، لو جيت قلت لك شويه دول ناجحين ولا لا، تقول لي اكيد ناجحين يا مستر، ما كلهم ناجحين. هي دي تفسير الكلمه دي. قال لي جميل قوي. وبذلك تكون قد استخدمت قاعده في علم المنطق تقرر ان ما يصدق على الكل يصدق بالضروره على الجزء، اللي انا لسه شارحه لك دلوقتي ده المندرج تحته. قال لي يا مستر يعني 1+1=2، من الاخر كده يا مستر، هو ده المنطق. وهتعرف قدامي بقى وهتستلذ كده بالمنطق وانت بتدرسه في الحدود والقضايا ومربع ارسطو بقى والاستدلال. بص قمه المتعه كده، هتحب الفلسفه، هتحب الفلسفه والمنطق. انا هاجي اقول لك فلسفه ولا منطق، تقول لي اشرح منطق يا مستر على طول، اشرح منطق يا مستر. طب ماشي يا مستر. اهميه المنطق وفائدته. ماشي، احنا بندرس منطق ليه بقى يا مستر؟ يساعد على التمييز بين الادله السليمه والغير سليمه، والكافيه والغير كافيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي داخل في مشروع، والله انا عندي خبره وعندي عماله كويسه وعندي راس مال كويس، كل دي ادله سليمه وكافيه. طب انا داخل المشروع معيش عماله اصلا، بعمل معايا راس مال بس معيش عماله، هشغل المحل ازاي؟ او هشغل المكان بتاعي ازاي؟ رقم 3، معيش خبره، انا حتى مش هعرف ادير الناس دي ولا هعرف اغلطهم لان انا مش فاهم في شغلهم. ادله غير كافيه، غير سليمه. فهمت؟ فالمنطق بيعلمك ازاي تفكر صح. قال لي جميل قوي يا مستر. 2، يحرر الفرد من تاثير العاطفه والاستهواء والدعايه والشائعات اللي بيجي يحور عليك. لو انت دلوقتي عندك خبره وجيت جالك، معلش يعني انت صاحب محل وعندك صنايعي جاي قاعد يحور ويقول لك انا وانا وانا وانا، وانت فاهم كل حاجه في الشغلانه، هتقفش في ثانيه. خلاص بقى انا فاهم كل حاجه يا مستر، هعرف اقفش، هعرف هو بيحور ولا لا، هعرف هو بيكذب ولا لا. زي ما انت كده بتيجي تحور عليا في الواجب وتيجي تقول له اصل نسيت الكتاب. انا اصل الكلام اللي انت بتقوله ده انا سمعته الاف من المرات، فانت بتكذب عليا بناء على ايه؟ يعني بتتفلسف على واحد فيلسوف. شوف سبحان الله، انت ازاي بتتفلسف او بتحاول تشغل دماغك على واحد اصلا فاهم انت بتفكر ازاي. فليه؟ احترم تفكيري. جميل قوي يا مستر. قال لي من الاخر كده بيعلمني ان انا ابعد عن العاطفه والاستهواء، اعتمد على عقلي، ما اعتمدش على حب او كراهيه. يعني ممكن يكون اللي قدامي ده شاطر جدا بس انا عشان ما بحبوش ابعده، لا غلط. ابعد العاطفه، اشغل دماغي ده، والله هو شاطر عادي، ممكن انا وهو مش مرتاحين مع بعض، بس ايه، خليه هو في مشكلته ماليش دعوه بيه، خليه هو في حاله، ما اثرش عليه.
فابعد الايه الاستهواء او العاطفه، سواء حب او كراهيه. ما ممكن يكون حد وحش خالص وانا بحبه جدا، يبقى انا كده بفيده ولا بضله؟ بضله اكيد يا مصر. المنطق برضو بيعلمنا نعمل الكلام ده، نبعد العاطفه، نخلي ده اللي على طول شغال. قال لي جميل يا مستر. يساعد على تنميه التفكير الناقد، فدارس المنطق يفحص الحجه والمقدمات والنتائج ليتاكد من صحتها. اكيد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اول حاجه التفكير الناقد ده بيعلمني ازاي انقد اللي قدامي، انقد بادله وبراهين، مش انقد كده وخلاص. لا، انا بنقد اللي قدامي وانا واثق من اللي انا بقوله ومرتب كل حاجه، يعني كل ادله وكل معلومه مرتبها بحيث ان انا انقده ابقى انا اللي صح مش هو اللي غلط. مش انقد وخلاص. في ناس غبيه مش صح. طب ليه يا ابني هو كده؟ ده غلط. ليه يا ابني هو كده؟ ده تخلف، ده وش. ده انسان متخلف. اسمع مني، ده انسان متخلف. اكيد واحد من اللي بتتفرجوا عليا اكيد كده، انا متاكد. ممكن انت تقول على نفسك، انا ما اعرفش اما تشوف الفيديو بقى. ماشي. طب يعود الفرد على اختيار الفاظه بدقه. يعني ايه اختيار الفاظه بدقه؟ يعني انا دلوقتي باجي اتكلم معاك لازم اقول لك ان انا دلوقتي هات لي 3 اقلام، واحد احمر وواحد ازرق وواحد اخضر. المنطق بيعودنا نتكلم بدقه. ممكن اروح اقول له 3 اقلام. طب ال3 اقلام انا هو عارف عايز الوان ايه؟ لا، لازم اختار بدقه. كل اللي بقوله يقوله بالمظبوط بالظبط. قال لي لو سالت المدرس انا درجاتي ايه في الامتحان، انت بتسال مدرسك فيقول لك انت ممتاز، فتقول له من فضلك انا عايز الدرجه لانها اتغير بشكل ادق، انا عايز بالظبط، عايز الحاجه بالظبط. ولا تقلل ولا ما تقوليش اي كلام كده وخلاص، يعني قول لي اللي انا عايزه. ماشي يا مستر. يسهم في تنميه الروح العلميه للفرد مثل مناهج البحث. بيخليني ابقى متطور علميا. علميا ده يا جماعه، هو انتوا ليه بتتعلموا؟ يعني عمرك انت سالت انا بتعلم ليه؟ عشان بتتعلم مهارات. انت دلوقتي لو بقيت جاهل، اكيد اما بتشوف ناس جهله بتبقى عامله ازاي؟ يعني بحس ان مستوى تفكيرك في حته، هو بيفكر في حته ثانيه خالص. يعني هو ممكن يكون بيفكر يشتغل عشان ياكل ويشرب بس، يعني هو ده مستوى تفكيره. لكن انت بتفكر ليه؟ عشان تطور من نفسك وتعمل لكذا وتعمل لكذا وتعمل لكذا وتحاول تطور وتعمل. انا دلوقتي كمدرس بعلم اجيال كتير جدا. كام طالب هيفتكرني، وكام طالب مجرد ما يشوف صورتي او ممكن يشوفني في الشارع ويقول كذا مستر كذا ده علمني كذا وعلمني كذا. كتير جدا. قال لي جميل قوي يا مستر. عارف مين اللي بيعلم العلماء ازاي تعمل تجارب بطريقه صحيحه؟ هم علماء المنطق. خدت بالك الكلام اللي انا قلته في اول الحصه؟ قال لك مين اللي بيعلم العلماء تعمل تجارب صحيحه ويرتب لهم الطريقه منظمه؟ هو المنطق. جميل قوي يا مستر. قاعد تقول لي يا مستر مش المنطق بيصحح التفكير، المنطق بيعلمنا نفكر صح، المنطق بيعلمنا نفكر صح. اهو عوامل الوقوع في خطأ التفكير. المنطق جمع لك كل الحاجات اللي بتخليك تفكر غلط. لو انت جت قدامك وحسيت ان انت بتعملها، اقف ستوب، انا كده بفكر غلط. مثلا تغليب العاطفة على العقل. يعني ايه تغليب العاطفة على العقل؟ عاطفتي اللي هو قلبي، حب او كراهية، بتغلب على عقلي اللي هي دماغي. لو جيت لقيت اخويا انا قاضي في المحكمة واخويا قتل، اكيد شفتوا مثلا اقرب مثال اقرب دليل تمثيليه بتاعت محمد رمضان دي، المسلسل بتاع زين القناوي. شفت ساعه ما اكتشف في اخر المسلسل ان اخوه هو القاتل؟ هو زين القناوي او محمد رمضان فكر بايه؟ بطريقه صحيحه، تغليب العاطفه على العقل. لا، هو ما فكرش بكده، قال غلط، فكر بعقله. اخويا غلط ولازم يتحاسب، فعشان انا بحب اخويا جدا ما ينفعش ما اطلعه من الكلام ده، هظلم حد تاني على حاجه غلط. فلازم لازم لازم ما ينفعش عاطفتي حب او كراهيه. مش عشان في بعض الناس مثلا تلاقيه في الشغل يقول لك في الشغل هتلاقي 3 حاجات، يهود ومش عارف ايه وعصافير ومش عارف ايه. في ناس في الحب ممكن عشان هو بيكرهك او شايفك احسن منه يرزعك اسفين كده يجيبك الارض. صح ولا لا؟ ما هو ده هنا ما بيعتمدش على عقله. هو لو انسان ده شاطر وبيفكر صح هيعرف ان انا اركز مع نفسي واطور من نفسي وابقى في منافسه ما بينه وما بينه، حتى لو في نفس الدرجه انا ابقى كده انسان توب.
ليه؟ عشان انا بحاول. لكن هو بيحاول يوقع غيره، ده عمره ما هينجح. هو بيفكر في الاتجاه الغلط، ده عمره ما هينجح. قال لي جميل قوي يا مستر. بيقول لي تغليب العاطفه على العقل يمكن ان يؤدي الى اتخاذ قرارات غير مدروسه او غير عقلانيه. اكيد طبعا ان العاطفه تتضمن الحب او فيه او الكراهيه، وهي منشطه للسلوك وموجهه لاحكامنا. اذا تاثرت العاطفه على شخص ما فانها اما ان تصطدم مع العقل اما ان يبرر صاحبها عاطفته بتبريرات عقليه. عارف يعني ايه الحته الاخيره دي؟ ان يبرر عاطفته بتبريرات عقليه، يعني حتى لو عاطفته غلبت على عقله بتحاول تفكر في مبررات ان انت ايه اللي جرجرك كده. مثلا بعض الشباب في سن المراهقه بيلجأوا الى مش عارف العلاقات العاطفيه والكلام ده، صح؟ واكيد كتير وقع في الكلام ده. انت دلوقتي لما يجي حد يعاتبك غلط، ده مش سنك، وده انا بأيد الحاجه دي جدا، لان لما تكبر هتعرف ان ده يعني ده الصح، ان انت ما ينفعش تخش في علاقه عاطفيه في السن ده خالص. فجميل قوي. فانت دلوقتي لما حد يجي يغلطك، ما انا وحيد، ما انا ما عنديش صحاب، ما انا مش عارف ايه، او انت كده بتدي ايه؟ مبررات عاطفيه عقليه. يعني انت بتحاول تدي مبررات لغلطك، فاهم ازاي؟ ما انا مش عارف ايه، ما انا ما عنديش صحاب، ما انا ما بنزلش، ما بروحش، ما انا مش عارف ايه، كل المبررات دي. طب جميل قوي. انت دلوقتي هل كده بتفكر صح؟ غلط 100%، وغبي وحمار وهتتعبني. فكر بطريقه صحيحه. فكر ايه اللي يطلعك قدام. انت في السن ده انا رايي ان انت اكتر حاجه هتخليك توب ان انت تتعلم مهارات بقى رياضيه، مهارات بقى عندك زي كمبيوتر ساينس، البرمجه والمونتاج وطبعا ده لان ده العصر الجاي، ده كل حاجه هتلاقيها الفتره الجايه، واحنا شايفينه دلوقتي، شايفين الحاجات دي عامله ازاي، الجرافيك ديزاين، الكلام ده كل ده لو اتعلمته هيطورك 180 درجه. نرجع بقى لدرسنا. مثال: الام حين تتغاضى عن اخطاء احد ابنائها بدافع الحب لهم، في هذه الحاله تكون الام مخطئه. طبعا عشان امك تقول لك والله العظيم لا اضربك بالشبشب، مفيش نص ساعه امك نسيت اصلا انت كنت فين. ليه؟ لان هي عاطفتها حبها لابنها مسيطره عليها، فمش قادره، فعادي. لكن انه الام في اللحظه دي غلط، لازم تعمل عقاب، وبالذات للاطفال بقى من سن 3 سنين فيما فوق لغايه ما يكبروا، طبعا لازم تعاقبهم، لان هي لو تغفلت عندها هتتكرر الغلطه تاني، والغلطه ممكن تكون اكبر وحجم ضررها اكبر. قال لي جميل قوي. بيت الشعر العربي: وعين عن الرضا عن كل عيب كليله. اللي عارفين البيت ده معناه ايه؟ البيت ده يعني حلو جدا، يعني يديك مثال كده، يعني بيقول لك ايه؟ لو عيب واحد عديه، وده غلط. عين عن الرضا يعني عين واحد ارضى عنه ومشي الدنيا يعني عادي، ده غلط طبعا. انت دلوقتي ادم وقعت في غلط يبقى خلاص لازم حتى انت مع نفسك لازم ادم حسيت ان انت غلطان عاقب نفسك، عشان تعود نفسك ان هي تحط حد لطريقه معينه. قال الشخص الذي ينحاز لصديقه في شجار رغم علمه بخطأ صديقه. دي بتحصل كتير جدا دي بقى. يكون انتوا واقفين انتوا الثلاثه وراح جاي مثلا صاحبك يروح معاكس بنت، او يكون ماسك كيس ميه ويروح رميه، فانت مجرد ما يجي يتخانق معاه تروح فاتح صدرك او تروح داخل معاه في الخناقه. انت حمار يا ابني، ما انتوا الغلطانين، وكل الناس اللي هتتلم عليكم هتغلطكم انتوا، واحتمال تتضربوا كمان. بطلوا ما تنرفزونيش، عشان كل الشباب في سن المراهقه بتعمل الكلام ده، من هم الغلطانين وهم اللي عاملين البلاوي، وبرضه يخش بصدرهم ويفتح لك صدرهم قوي. يا ابني بتعمل ايه؟ ما انت الغلطان، لو اتلمت الناس كلها هتغلطك انت، وانتوا اللي هتتضربوا في الاخر، فليه؟ قال لي جميل قوي يا مستر. تعال نخش بقى على رقم 2: القابليه للاستهواء، هي سرعه تصديق ما يقول الاخرين من غير نقد. كلام عاجبني قوي يا مستر، دخل دماغي بسرعه. عارف يعني ايه؟ يعني لما تكون قاعد مع اصحابك على القهوه وتلاقيه ده انا جبت مش عارف ايه وضربت وعملت ايه، حسسك ان هو ايه؟ فان ديزل.
انت طبعا بقى الكلام على هواك قوي بقى، صاحبك عمل نمره جامده ومش عارف ايه عشان الكلام ايه عاجبك، لكن ممكن يكون هو بيكذب. ده انا صاحبك بقى اللي بيقعد يفتي يقول لك ده انا مش عارف بكلم دي وبكلم دي، كذاب. انت ممكن يكون الكلام عاجبك بس غلط. القابليه للاستهواء ده الكلام على هواي، عشان كده اسمها استهواء، على هواي على مزاجي فبصدقه بسرعه. قال لي جميل قوي. من غير نقد ويسبب الاستهواء تنتشر الشائعات والخرافات. تيجي انت بعد ما صاحبك انا عملت وسويت ومش عارف ايه، تروح انت رايح حاكي لزميلك التاني ده شفت الواد احمد عمل كذا وكذا، هو كذاب اصلا في الاخر يعني. انت قاعد ترسم ليله كبيره على واحد كذاب في الاخر عامل حوار من مفيش. قال لي ماشي. ابلغك احد اصدقائك بان احد الزملاء سخر منك فقمت بمقاطعته. هو اصلا ممكن ما يكونش يعني واحد اتريق عليك او تنمر عليك، فانت من غير ما تشوف اصلا ان هو اتنمر عليك تروح تقاطعه. ده غلط طبعا، عشان انت ممكن ما تكونش مرتاح للولد ده. عدم المذاكره لقول زملائك انه يغش في الامتحان. هنغش يا عم من بعضينا وهنلم الدنيا. ده غلط. كلام بقى على هواك، مش هذاكر يا مستر، هريح دماغي، همسك الملازم واروح راميها في البيت، فريحت دماغي. جميل قوي يا مستر. خش بعد كده على رقم 3، التسرع في الحكم. ودي انا شايفها مهمه جدا 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 جدا. ان الفرد يقع في اخطاء التفكير عندما يصدر احكاما متسرعه بدون ادله، ويصدر احكاما متسرعه غير مدروسه. قال لي يا مستر ان انا دلوقتي اي قرار لازم اخده في حياتي لازم ابقى دارسه كويس جدا. انا هعمل كذا او هروح مشوار كذا او هسافر كذا، لازم ابقى هسافر وانا معيش غير فلوس في جيبي. اغلب الشباب بيعملوا كده، يلا اسكندريه هوبا يلا اسكندريه، معاكم كام يا رجاله؟ كلنا معانا 200 جنيه، هنرجع ازاي الله اعلم. تحول لي يا ابني ومش عارف حول لي. والله العظيم بشوف ده كتير. ده يعني ممكن ما يكونش في سنكم ده اللي بيعمل الحركات دي، اكبر شويه، ولكن يعني انت بتتسرع ليه؟ يعني اهدى كده واستئن كده، خليك راقي وعاقل. فكر في اللي هتعمله قبل ما تودي، يعني ما توديش قبل ما تهدى كده وتفكر مره واثنين وثلاثه واحسبها بطريقه مختلفه. عارفين كل اللي بيستخدم الكلام ده بطريقه صحيحه هو اللي بيوصل للي هو عايزه. يعني كل الناس اللي وصلت وحققت اهدافها هي اللي عرفت تستخدم ده بالطريقه الصحيحه. ما احنا بندرس لك التفكير الخطأ ليه؟ عشان نقول لك ركز، ده غلط. لو انت حسيت ان انت بتعمل كده ركز، تاخد انذار، ده غلط. قال لي ادينا امثله يا مستر. انسان خان صديقه فيحكم على كل اصدقائه بالخيانه. والله يا مستر ده عملوا معايا كذا وكذا، ده كلهم معفنين، مفيش صاحب عادل. وممكن تخش كمان في دوامه ان انت ما تعملش صحاب تاني، يعني خلاص يعني حكايه الصحاب دي انا مش عايزها، وتخش مشكله توحد وبتاع. فعلا هو بص، غدر الصحاب وحش، يعني ان صاحبك يغدر بيك ويحطك في موقف يخليك تكره نفسك، ده وحش جدا. ولكن ده واحد من ضمن الالاف. وانا برضو عايز اوصل لك معلومه ان انت ممكن يكون عندك صحاب كتير جدا بس الكويسين هم 2. لازم تخلي المعلومه دي عندك وتركز فيها. فانت يوم ما صاحب حد يطورك في نفس طريقه تفكيرك، يعليك. المرء على دين الله خليلا فلينظر احدكم الى من يخالل. انت ماشي مع مين؟ فاهم ازاي؟ واحد هيطورك وهيخليك تفكر بطريقه صحيحه ولا واحد هيوقعك لتحت. قال لي جميل قوي يا مستر. وصف صديقك احد البلدان بان كلها لصوص معلنا ذلك بان هاتفه قد سرق. رحت والله مش عارف فين يا مستر، اول ما نزلت اتسرق مني التليفون، ده بلد بنت كذا وكذا وكذا. غلط طبعا الكلام ده. وصف كل الدول الغربيه بمعاداه الاسلام بعد حادث مقتل المسلمين في مسجد بنيوز الاسم الرخم ابن الرخمه ده، بنيوز يلاند. اسم رخم والله رخم. المهم في المسجد ده اتقتل المسلمين كلهم فيه، فخلاص بقى الدول الغربيه بتعادي المسلمين. لا طبعا. على فكره في دول اجنبيه كتير في اوروبا وفي امريكا فيها مساجد كتير،
يعني فيها مساجد كتير جدا، ومساجد شكلها تحفه قمه الروعه والله العظيم. قال لي جميل قوي يا مستر. دخلنا بعد كده على التعصب والتطرف. قال لي يعني ايه تعصب يا مستر؟ قال لي التعصب هو الانحياز لرأي واحد دون سواه. هو ده التعصب. يعني ايه يا مستر؟ انا متمسك برأيي ومش هغيره. طب ليه يا ابني؟ هو كده يا مستر. طب يعني اقنعنا. هو كده يا مستر، ماليش دعوه، انا عاجبني ومرتاح وفل وعالي العال. هو كده يا مستر. يخليني نروح ماسك دماغه رازعها في الحيطه، ما اخر ما هتزهق هتخليني اعمل كده. ماشي. طب ده التعصب. ايه هو بقى التطرف؟ المغالاة في تقدير المواقف والافكار. التطرف ده مش عايز اشرحه لكم دلوقتي، هتاخدوه في ثانيه ثانوي، بس هتاخدوه بالطريقه الصح. بس خليك اربط التعصب والتطرف كلمتين متلازمين مع بعض. قال لي جميل قوي يا مستر. واخطر انواع التعصب والتطرف هو التطرف الديني، لان كل الرسالات السماويه تدعو للتسامح وبريئه من التطرف. ده بقى يعني هو اداك كده زي ما تقول ايه كلمتين كده عشان يفهمك التطرف، يعني دول كلمتين بساط كده عشان يفهموا لك. ولكن التطرف هتاخده بالمفهوم الصحيح في ثانيه ثانوي. قال لي جميل قوي يا مستر. مثال: التعصب لفريق كرة القدم والتعصب لوجهة النظر وعدم تغييرها. لما تشوف بقى تكون قاعد انت واصحابك، صاحبك بيشجع الزمالك، انت بتشجع الاهلي، وربنا انت عيل وابني كذا يا ابني اهدى اهدى. وممكن يكون غلط في كذا حد من الاهلي، انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما نحسش الزمالك ولا اهلي. ممكن يكون منحاز لكذا وده منحاز لكذا، وربنا ده ما بيعرف يلعب، وربنا وانت كمان ما بتعرف تلعب ولا ليك في الكوره، صح ولا لا؟ نشوف الكلام ده كتير. انت ممكن يكون ابوك وعمك قاعدين مع بعض بيقطعوا بعض ده وكمان بقى لو بلاي ستيشن بقى ودي يا مستر. ممكن فعلا، ما انا بنشوف طبعا الحالات دي كتير جدا في حياتنا. وممكن انت يكون ابوك او عمك كده، او يعني حالات من دي قريبه منك جدا وبتشوفها، يعني فاهم ازاي؟ قال لي جميل قوي يا مستر. رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. الشافعي. يعني أنا ممكن أكون صح وممكن أكون غلط، وممكن أكون غلط وممكن أكون صح. هي كده يعني. الشافعي قال كده، يعني رأيي الله أعلم صح أو غلط، بس أنا بقول رأيي. التعصب الديني وعدم احترام الأديان الأخرى. طبعا احترام الأديان ده إحنا كلنا مقتنعين طبعا إن الأديان السماوية ربنا اللي نزلها. ممكن يكون في بعض الانحرافات في الاديان، بس ما لناش دعوه. لكم دينكم ولي دين، ما لناش دعوه. التطرف السياسي للحزب الذي انتمي اليه. بعض الاحزاب طبعا السياسيه ده من مش عارف حزب النور، حزب القلم، مش عارف ايه الاحزاب اللي بنشوفها دي. نخش بعد كده على العوامل الموضوعيه الخارجيه. يعني دي العوامل اللي فاتت دي يعني ممكن تكون قريبه مننا جدا وبنشوفها كتير جدا. بص بقى العوامل دي خارجيه وبنشوفها مع كل الناس. عدم الدقه في استخدام اللغه. يعني ايه عدم الدقه في استخدام اللغه؟ يعني انا ممكن اديك لفظ واحد ليه معنيين، فانت ما تفهمش انت قصدك على ده ولا قصدك على ده. تعال نشوف. اللغه هي اداه الانسان للتعبير عن تفكيره. احنا بنعرف ازاي ان الانسان بيفكر لما يتكلم. والله الواد ده برنس، الواد ده بيفهم. قال لي جميل قوي. اللغه احيانا تكون غير واضحه، لذلك يمكن ان تكون احد اسباب الوقوع في الخطا. بص بيقول لك الامثله بقى. هناك الفاظ لها اكثر من معنى، مثل الجبن، فهي تعني الطعام او الخوف. الجبن اللي هو الجبنه اللي احنا بناكلها، والجبن ان انت انسان جبان خواف. فقال لي ليها معنيين. هناك الفاظ لها معنى واحد، مثل اسد، ليس، كسوره، ضرغام. على فكره كل دي اسامي الاسد، انت مش عارفها يعني. اسامه برضو اسم من اسامي الاسد. هناك الفاظ ليس لها معنى ولا واقع، مثل الغول، البعبع. عارف بتقعد تقولها مش عارف هجيب لك من الغوله ومش عارف ايه والكلام ده، والكلام ده ملوش اي صحه اصلا. يعني مفيش حاجه اسمها غوله على فكره، مفيش حاجه اسمها البعبع، مفيش حاجة. الكلام ده مش موجود. مفيش حيوان اسمه كده، مفيش كائن اصلا اسمه الحاجات دي. ادي جميل قوي يا مستر. نقص المعلومات. نقص المعلومات تمنع الانسان من الوصول الى التفكير السليم في المشكلات التي تواجهه، فالانسان تقابله مشكلات تتحدى معلوماته تؤدي الى الوقوع في الخطا. حلو قوي.
لو انا جايين دلوقتي حضروني ان انا احل مشكله ما بين طالبين ضربوا بعض، هل ان انا اخش اضرب الطالبين وخلاص وانهي الموضوع، ولا احل المشكله اسمع من ده واسمع من ده واسمع من الطلاب اللي كانوا موجودين وساعتها اعرف مين الغلطان واعاقبه؟ ممكن يكون واحد فيهم مظلوم، يبقى انا ظلمته مرتين، صح ولا لا؟ يبقى انا قله المعلومات الكافيه دي غلط. ما ينفعش احل اي مشكله غير وانا عندي كم من المعلومات الكافيه اللي انا تخليني اقدر اقول الحكم اللي انا عايزه. القاضي يقدر يحكم على قضيه وهو النيابه ما جمعتلوش كل الادله السليمه؟ فعمره ما هيقدر. فلازم يبقى عندي كم كافي من المعلومات. نقص المعلومات ده تفكير خاطئ. فاهم ازاي؟ ادي ماشي. مثال: الطبيب الذي ينقصه معلومات عن المرض يخطأ في تشخيصه. اكيد طبعا. طبعا اكيد بتشوفنا يعني بعض الاطباء بيشخصوا غلط عشان ما عندوش الخبره الكافيه اللي تخليه يدي العلاج اللي يناسب المرض ده. بتروح لدكتور تاني مجرد ما يبص عليك كده خلاص عرف يديك الدواء، خلاص انا بقيت تمام. ينفع اجيب دكتور لسه في اولى طب او تانية طب واروح ادخله اوضه العمليات اقول له يلا يا ابني تعامل، يلا يا ابني ربنا يعينك بقى وتعامل انت؟ قال له الانسان اللي بيعملوا له عمليه ده يا ربنا معاكم انتوا الاثنين بقى، يعني يلا بقى طلعوا لنا كفته وسجق. ما ينفعش اكيد. ليه بقى؟ لان ما عندوش كم المعلومات وكم الخبره اللي يخليه يخش اوضه العمليات اصلا. هو اصلا لسه بيدرس يعني ايه طب، بيدرس بقى كل حاجه في الطب، فانت ايه بقى بترميه في اوضه العمليات يلا ربنا يعينك؟ ماشي. عدم معرفتي قاعده نحويه كان سبب في الخطا في حل قطعه النحو في الامتحان. مثال: عدم ترجمه بعض كلمات في القطعه في امتحان اللغه الانجليزيه كان سبب في الاخفاق في ترجمه القطعه. نخش بعد كده على السلطه والهيمنه. انت ما تعرفش انا ابن مين؟ شفت الكلمه دي؟ تعال نفسرها بقى. اي حد بيعمل كده، يعني مش عايز اقول ان هو يعني تقول انت خايف ولا ايه يا مستر؟ انا ما بخافش من حد الحمد لله، ولكن يعني ده بيفكر غلط. ان الهيمنه تتمثل في تقبل راي شخص له نفوذ دون مناقشه. يعني ايه؟ يعني مثلا بعض اللي بنشوف الموقف ده كتير جدا، بعض الضباط يكون معدي عليهم مثلا واحد راكب عربيه روعه جدا ومش عارف ايه فخمه قوي وبتاع، مجرد ما يوقفه تلاقيه شايل النمر معهوش رخص، ما تعرفش انا ابن مين، روح رنن على ابوه. طب ما ابنك غلطان، ابنك غلطان، ابنك دلوقتي ماشي غلط يعني، ولا ماشي على القواعد السليمه اللي عاملينها الدوله بتاعتنا، ولا بينفذ القواعد صح، وكمان بيبجح بيغلط ما بيتكلمش باحترام. فانت كل ده غلط، انت كمان بتزود. فبيقول لك ما ينفعش تستخدم سلطتك وقدرتك وهيمنتك في ان انت تنفذ الغلط. ما ينفعش تفكر بالطريقه دي. ابن غلطان يتعاقب، والله ابني معهوش رخص او رخصته منتهيه يدفع الغرامه على طول. وش هو ده التفكير الصحيح. يعني ما ينفعش، ده غلط. السلطه ان انا استخدم سلطتي ان انا افرض نفوذي. اكيد شفتوا ابن حلال، شفت ابن حلال ابن الوزير عملوا ايه؟ جابوا واحد تاني ولبسوه قضيه وعملوا فيه. ليه؟ عشان السلطه، عنده قدره ان هو يعمل اي حاجه. ده طبعا غلط. تقول لي انت ليه بتقول لي الكلام ده يا مستر؟ عشان ان شاء الله لما تكبر وربنا يكرمك وتبقى وزير او سفير او ليك سلطه كبيره سواء في الجيش او في الداخليه او ايا كان سلطتك ايه، لازم تعرف ان ده الصح. ما ينفعش استخدم سلطتي ان انا افرض عن الناس. قال لي مثال: رفض علماء القرن ال17 تصديق جاليليو في بعض الحقائق لان ارسطو لم يقل بها، وكان في ذلك الوقت ارسطو ذو نفوذ. يعني ايه؟ تعال اقول لك. كان ارسطو وجاليليو بيتناقشوا بيقولوا يعني ده بيقول الارض كرويه وده بيقول الارض ايه؟ بيضاويه. قصدي اسف مسطحه. ده بيقول كرويه وده بيقول مسطحه. الارض اصلا بيضاويه، بس تعالى نقول ده اللي بيقول الارض مسطحه وده بيقول الارض ايه؟ كرويه. مين اللي بيقول كده؟ ارسطو اللي بيقول مسطحه. فطبعا ارسطو كان ليه
زي ما شفنا في الفلسفه ارسطو كان فظيع، كان حاجه عظمه فوق ما تتخيلوا بجد يعني. كان مشهور جدا، وكان بيدرس لابن الملك ساعتها، وكان ليه قصه كبيره كده هبقولها لكم بعدين يعني. فكان عنده نفوذ من الاخر، عنده سيطره. فعشان هو ليه نفوذ وليه سيطره صدقوه على طول، وجه جاليليو مع ان جاليليو هو اللي صح بس كذبوه. ليه؟ عشان ارسطو عنده نفوذ وسيطره. قال لي جميل قوي. الارهاب الذي يفجر نفسه سمعا وطاعه لمن يعرضوه معتقد انها يرضي الله. غلط طبعا. سيطرة آراء داروين على الكثير من العلماء فيما يخص نظرية التطور على أن الإنسان من أصله قرد. قول لي في بقى طالب حمارة هيطلع لي دلوقتي يا مستر أيمن الإنسان أصله قرد. تعال أديك أقول لك أنت جدك قرد، دي حاجة ترجع لك، أنا ماليش دعوة. إزاي؟ أنا اللي أعرفه جدي أو جدتي آدم وحواء. أنت مقتنع بقى إن جدك قرد، دي حاجة ترجع لك أنت، أنا ماليش دعوة. أنا اديتك كده يعني، وضحتها لك بطريقة هتجيب لك من الاخر. انا جدي وجدتي ادم وحواء، لكن انت الله اعلم بقى بظروفك ايه. ماشي. صعوبة المشكلة ان المشكلة تكون صعبة اذا كانت تفوق قدرات الفرد ومستواه العقلي والمعرفي، لذلك يجب ان تتناسب مستوى المشكلة مع قدرات الفرد حتى لا يقع فيها الخطأ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا يا مستر واحد على قدي، تحطني في قعده ومجلس وبتاع وتقول لي يلا حل ما بين الناس دي اتنين قاتلين بعض. في الصعيد بيكون في بعض القعدات ان انتوا مثلا بيحل ما بين عيلتين ممكن يكونوا مدمرين قاتلين، دول قاتلين 3 من دول ودول قاتلين 4 من دول. فجاه اجيب لك انت عيل 16 سنه اقول لك يلا حل، قول لي حل ايه؟ حل ايه؟ اعمل ايه يا مستر؟ صح ولا لا؟ فاكيد انت قدراتك عمرها ما هتعرف تحل المشكله دي، فده غلط. لازم ان انت المشكله تبقى تتناسب مع قدراتك. فصعوبه المشكله دي بيقول لك ان ده غلط، لازم مشكلتك تبقى تتناسب مع قدراتك. قال لي جميل قوي يا مستر. ماشي. تعالى مثال. طالب في المرحله الابتدائيه لا يستطيع حل مساله لطالب ثانوي. اكيد لو جبت لك دلوقتي الطالب بياخد في العلوم مش عارف الميه H2O في ابتدائي، يجي في ثانوي يقول لي يا ابني الانسان بيتكون من كام عظمه، وهنا ايه في جسمه وهنا ايه في جسمه، والعظمه دي اسمها ايه والعظمه دي اسمها ايه. ثالثه ثانوي انت بتاخد جسم الانسان كله. قال لي جميل يا مستر. المنطق واللغه. المنطق واللغه مرتبطين ببعض جدا، لهم علاقه وثيقه كده، تعال نفهمها. المنطق وثيق الصله باللغه، ويظهر هذا في الآتي. المنطق يدرس التفكير الإنساني، ولذلك فهو يدرس الوسائل التي يعبر بها عن الإنسان عن أفكاره، وهي اللغة. مش المنطق بيدرس ده بيفكر إزاي، وعشان كده برضه بيدرس إزاي التفكير ده بيطلع وبيوصل لك، اللي هي اللغة. ما هو هنا بيفكر إزاي بقى بنوصله اللي قدامنا عن طريق ده اللغة. قال لي جميل. لذلك يقال أن اللغة هي الفكر المنطوق، والفكر هو اللغة الغير منطوقة. ثانية بقى بس عشان الحتة دي طلبة حمير بتيجي والله العظيم. اول ايه يا مستر اول ما يسمع تقول ايه بس يعني ايه الفكر المنطوق ولا هو لغه غير منطوقه؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ بص واحده واحده. اللغه هي الفكر المنطوق، اللغه اللي احنا بنتكلمها بعد ما الانسان فكر وقاله. ماشي. والفكر هي اللغه الغير منطوقه، لسه التفكير جوه دماغي. حاول انا قلته؟ لا. فبيقول لك هو لغه غير منطوقه، هو لغه جوه دماغك بس انت ما قلتهاش. انت لو قلتها تبقى لغه منطوقه، ما قلتهاش تبقى غير منطوقه. بس كده وضحت اهي. قال لي ماشي. تعريف الانسان بانه حيوان ناطق يساوي تعريفه بانه حيوان مفكر او عاقل. يعني كلام كده برضو من ضمن زي كده الفكر هو اللغه غير منطوقه والكلام ده. قال لي ماشي. أهم ما يحصل المنطق هو الاستدلال، والذي يتم فيها الانتقال من المعلوم للمجهول. مهمة جدا، خلي المعلومة دي على جنب كده هنفهمها قدام، يعني خليها معاك كده بس على جنب. والمعلوم نعبر عنه بألفاظ وجمل، وبالتالي لابد من دراسة الألفاظ والجمل، وإن الألفاظ في المنطق تسمى حدود منطقية. هو بيديك كده إيه هلب للدرس الجاي، يعني هو الدرس الجاي بقى هو كل ده.
فاهم ازاي؟ يعني الدرس الجاي هو الكلام ده، بس الاستدلال ده في الاخر. قال لي ماشي يا مستر، يعني الدرس الجاي هو الحدود المنطقيه، ولكن ليس من الضروري ان يكون الحد لفظ واحد، وقد يكون اكثر من لفظ. لذلك يعرف الحد بانه هو اللفظ او مجموعه من الالفاظ التي يصلح ان تكون طرفا في القضيه الجمله الخبريه. هناخد الحدود كلها الدرس الجاي، بس انا بقول لك اقرا الكلام كده بس كايه، كمقدمه يعني، فكر فيه. ماشي. يرى المفكر الاسلامي ابو حيان التوحيدي ان هناك شبها بين النحو والمنطق. الحته دي جميله قوي قوي قوي، ركز. ايه الشبه ما بين النحو والمنطق؟ النحو بيصحح اللغه، المنطق بيصحح الفكر. فبيقول لك ده بيصحح اللي علاقته بده، وده بيصحح علاقته بده. فاهم ازاي؟ قال لي جميل قوي. النحو منطق لغوي يضع لنا قواعد استخدام اللغه. لو عايز تتكلم صح وتعرف صح ادرس علم النحو. المنطق نحو عقلي يضع لنا القواعد السليمه للتفكير. لو عايز تفكر صح ادرس المنطق. ثواني عشان الحته دي ممكن تلخبطك. النحو منطق لغوي، عارف يعني ايه؟ يعني النحو بيصحح اللغه، هو بدل الكلام. المنطق نحو عقلي، المنطق بيصحح العقل، التفكير. يعني فكر، يعني حاول تستوعب ده يعني ايه. النحو منطق لغوي يعني ايه؟ يعني يضع لنا قواعد استخدام اللغه. لو عايز تتكلم صح وتعرف صح ادرس علم النحو. طب لو عايز افكر صح ادرس منطق. سهله اهي، جميله قوي يا مستر. كده احنا خدنا ايه؟ المنطق وتعريفه واهميته في ايه؟ حياتنا اليوميه. بعد كده خدنا عوامل الوقوع في خطأ التفكير. قال لي جميل. بعد كده خدنا المنطق واللغه. تعال نحل تدريب واحد على تعريف المنطق واهميته واللغه. انه لا ينفك غالبا تفكيرنا في اي امر كان عن تخيل الالفاظ وتصورها، كانما نتحدث الى نفوسنا ونتائجها بالالفاظ التي نتخيلها. فنرتب الالفاظ في اذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. تشير العباره الى ان اللغه والمنطق علاقه اتصال يا مستر. هو توهك في السؤال، خلاك تلف حوالين نفسك كده. تعال افهمك. انه لا ينفك غالبا تفكيرنا في اي امر كان عن تخيل الالفاظ. تفكيرنا بيخلينا نتكلم بلفظ معين مختلف. قال لي جميل قوي. وتصورها كانما نتحدث الى نفوسها. مش بتيجي انت لما تقعد تفكر والله انا كذا ومش عارف ايه وبتاع، تقعد تتكلم مع نفسك، صح ولا لا؟ ساعات لما تكون قاعد لوحدك تقعد تفكر تفكر تفكر، ساعات تطلع منك كلام تلقائي. لما يجي ده انا مش عارف هعمل كذا وهعمل كذا واما اروح هعمل كذا. انت بتتكلم بس انت فاهم، تلقائي. قال جميل. فنرتب الالفاظ في اذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفضيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال لي جميل. علاقه المنطق باللغه ايه؟ اتصال. احنا لسه قاعدين نشرح بقالنا ساعه ان المنطق واللغه وثيق باللغه، يعني علاقه اتصال ببعض. فرانسيس بيكون: من يبدأ بقناعات يصل إلى شكوك، ومن يبدأ بشكوك سيصل إلى قناعات. تجسد الفقرة أحد فوائد المنطق. قال لي يعني إيه؟ واحد، تحرير الفرد من العاطفة، غلط، ماليش دعوة بالعاطفة. قال لي اتنين، اختيار الألفاظ بدقة، غلط. يساعدنا على فهم مبادئ وأسس الاستدلال، ممكن. تنمية الاتجاه النقدي، ممكن. أعرف منين يا مستر الإجابة الصح؟ تعال نرجع للسؤال. من يبدأ بقناعات يصل إلى شكوك. جميل. يعني إيه؟ يعني لما يجي حد يقول لك والكلام يبقى على هواك ومقتنع بيه 100%، بس تيجي بعد ما تروح أو تقعد لوحدك، طب ما ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا. ومن يبدأ بشكوك سيصل إلى قناعات. والله أنا شكيت في كذا وكذا، أنت بادئ شاكك في الموضوع، أخش فيه ولا لأ؟ ان انت هتوصل لمرحله ان انا اخش في الموضوع او لا، دي اسمها قناعه. انا خلاص انا مش هخش في الموضوع ده، كبرت دماغي، انا خلاص اقتنعت بفكر تاني. يبقى ده بيدل على تنميه الاتجاه النقدي. خليني اعرف اشك واعرف انقد.
أن المنطقي لا يستغنى عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني، والألفاظ قد يقع فيها التغير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فيحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. كلام صعب جدا على فكرة، هتلاقوا في كتابي يعني أسئلة سهلة جدا وأسئلة صعبة جدا 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 وكم كبير قوي من الأسئلة، لأن أنت هتخش امتحان الشهر أو امتحان نص السنة. إيه التفاهة دي؟ مقارنة بالأسئلة اللي أنا جايبها لك، أسئلة تافهة والله تافهة. يعني الأسئلة دي يا جماعة تقيلة، في أسئلة كتير تقيلة، فالكلام هيبقى بالنسبة لك بعد كده تافه. خلاص أنا اتعودت على الهري ده، هيبقى أنا هفرق هري الدنيا، أنا خلاص أنا فهمت اللعبة ماشية إزاي. فأنا بديك إيه الرخم والسهل والصعب، بس بغطر لك شوية من الرخم عشان لو جالك رخم يا عم أنا اتهريت من ده أنا خدت منه ياما. قال لي جميل قوي يا مستر. يبقى أن المنطقي لا يستغنى عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني والألفاظ وقد يقع فيها التغير والخلط فلا يتم. أنا قبل ما أكمل منطقي وبيقول لي ألفاظ، يقول لي قد يقع في التغير والخلط، يبقى اختيار الألفاظ بدقة. المنطق بيعودنا على اختيار ألفاظنا بدقة ولا هو بيشرح لك كل ده ان هو المنطقي ده بيعيل ابن لذينه بيستخدم الألفاظ بدقة وبصوا عيل ملوش حل. بيدل على ايه الكلام ده في الآخر؟ اختيار الألفاظ بدقة. جميل قوي. يقوم بدراسة جميع مبادئ الاستنتاج الصحيح، فالمنطق هو عبارة عن التمييز الصحيح بين كلا من التفكير الجيد والتفكير الغير جيد. جميل قوي. تشير العبارة إلى تعريف إيه؟ سؤال ابن بص اتعود على أسئلتي، ما تحبطش عادي، هأعلمك إزاي تحل، ما تقلقش استقن كده. جميع مبادئ الاستنتاج الصحيح ماشي في المنطق هو عبارة عن التفكير التمييز بين الصحيح بين كلا من التفكير الجيد والتفكير الغير جيد. مين اللي بيعلمنا نفكر صح وما نفكرش صح؟ المنطق يا مستر. هو توهك وجاب لك كلمة المنطق في السؤال، بس هو بيقول لك في الآخر مين اللي بيخلينا نميز ما بين التفكير الجيد والتفكير الغير جيد؟ على طول المنطق. السؤال يخد والله تافه. جميل قوي. سحر شلهوب دي واحدة يعني. الوعي لدى بتقول الكلام ده بقى. الوعي لدى الإنسان حجمه صغير مقارنة مع حجم اللاوعي. أكيد اللي أنا عارفه أقل بكتير من اللي أنا مش عارفه. ليه؟ لأن أنا ممكن أكون عارف في الفلسفة كتير قوي بس ما أعرفش حاجة في الطب، ما أعرفش حاجة في الهندسة، ما أعرفش حاجة في العلوم، ما أعرفش حاجة في الأحياء، ما أعرفش. صح؟ يبقى اللي أنا عارفه مقارنة باللي أنا مش عارفه قليل جدا. قال جميل. ففي اللاوعي تكمن الذكريات والمشاعر والانفعالات الطفولية، وتخرج هذه المشاعر عندما يمر المرء بحالات من الغضب الشديد مما يؤثر على قراراته وتصير غير معقلنة، وقد يندم عليها فيما بعد. لكن إذا كان العقل يقظا تكون لها القدرة على السيطرة فيؤثر على قرارات الفرد وتصير معقلنة ومسؤولة. تجسد الفقرة إلى أحد فوائد المنطق. بص توهك السؤال، سؤال كبير قوي. أنا تهت يا راجل، أنت مش هتوه. تعال أقول لك. الوعي للإنسان حجمه صغير ماشي مقارنة مع حجم اللاوعي. ففي اللاوعي تكمن الذكريات والمشاعر والانفعالات الطفولية، كل ده طبعا في اللاوعي. وتخرج هذه المشاعر عندما يمر المرء بحالات من الغضب الشديد وما يؤثر على قراراته وتصير غير معقلنة. ركز بقى في الحتة دي قوي. وقد يندم عليها فيما بعد. ولكن إذا كان العقل يقظا تكون له القدرة على السيطرة فيؤثر على قرارات الفرد وتصير معقلنة ومسؤولة. ماشي. تجسد الفقرة أحد فوائد المنطق في إيه؟ اختيار الألفاظ بدقة؟ لا. ودلوقتي اللي أنا فهمته إن بيخلي قراراتي بدل غير معقلنة. لا، ده أنا مش عايز أبقى كده. قال لي جميل. وإذا كان العقل يقظا تكون لا. بقول لك لا يعني هو القرارات غير معقلنة، ولكن لو العقل يقظ هيكون لها القدرة على السيطرة على قراراته. قال لي جميل قوي. تنمية الروح العلمية ممكن.
تحرير الفرد من العاطفه لا. يعني كده استبعدت 2 باقي 2. تنميه الاتجاه النقدي ولا تنميه الروح العلميه؟ قال لي يا مستر انا شاكك في الاثنين، انهي الاجابه الاصح او انهي الاجابه الصح؟ والله كلمه واحده في السؤال هي اللي هتجيب لك السؤال. قال لي تعال نشوف. قد يمر بحالات من الغضب الشديد مما يؤثر على قراراته وتسير غير معقلنة، ماشي، وقد يندم عليها فيما بعد، لكن إذا كان العقل يقظا تكون له القدرة على السيطرة. أنهي اللي بيخلي العقل يقظ ويفكر على طول؟ واحنا دلوقتي بنعلمك ليه؟ مش هتعرف تحل أي مشكلة في حياتك. أنا بدرس لك فلسفة عشان كده أصلا. أنا بدرس لك فلسفة عشان أخليك تعدي أي مشكلة في حياتك. قال لي ماشي يا مستر، يبقى تنمية الروح العلمية، ان انا اكون انسان عندي القدره يروح ان انا اتخطى اي حاجه واعرف احل اي مشكله، هي دي الروح العلميه. قال لي جميل. يقول ميرلبونتي اسامي بين 60 في 70. الفكره تؤخذ من العباره، والعباره ما هي الا الوجود الخارجي للفكره. يجسد القول السابق صله المنطق بايه؟ الفكره تؤخذ من العباره، العباره دي اللي هي اللغه، يبقى على طول اهي. بص حلينا السؤال في ثانيه. انا عايزك توصل لدرجه ان انت تحل بالطريقه دي. شوف انا بعلمك تحل في ثانيه. قامت باحثه في علم الاجتماع بعمل استبانه لمعرفه سبب انتشار ظاهره الطلاق. جنبت الذاتيه وتحلت بالموضوعيه في الدراسه، بالرغم من ان نتيجه الاستبانه تدل على ان المراه هي السبب. وهم اولاد ستي. هو اللي بيمشي ورا النسوان بيفلح. يعني مش عارف انا والله المثل ده انا يعني خلي تفكيرك. بص المرأة معتمدة على قلبها جدا، بتفكر بقلبها ما تفكرش بعقلها. هي ده اللي بيغلب هم كده طبيعتهم. فهي دلوقتي بتفكر غلط. احنا لسه بناخد ايه؟ تغليب العاطفة على العقل. فهي كده بتفكر غلط. عشان كده بقول لك اللي بيمشي خليك انت اللي بتفكر صح. اللي بيمشي ورا الانسان النسوان ما بيفلحش. قال ما فيها مستر مش عارف تطلع لك واحده بقى زي الفانتوزه دلوقتي، ده في مش عارف ايه واحده بقت سفيره ووزيره. ماشي ماشي، دي بقى تغلبت على طبيعتها وبقتش تستخدم قلبها، بقت تستخدم عقلها. عشان كده عرفت توصل، عرفت تبقى زي الرجاله. الرجاله بيعرفوا يستخدموا عقلهم على طول في شغلهم. قال لي جميل. تدل على ان المراه هي السبب، الا انها قدمت النتيجه كما هي ولم تغير فيها شيء. تجسد والله يا ست بتفهم. قالت والله الحريم غلطانه، هي قالت زي ما قالت. والله عجبتني الباحثه دي. قال لي جميل. ده يدل على تحرير الفرد من العاطفه؟ عشان انا مرأة وكل الستات بقى خلاص زي بقى خلاص؟ لا يا باشا، انا اقول الصح. قال لي كده احنا حلينا على اول جزئيه في المنطق. تعالوا نخش بقى على احنا طبعا بننزل لكم حل الواجب كله على التليجرام، ده اللي انتوا عارفينه. بننزله لكم في فيديو، يعني بننزله لكم على التليجرام PDF بينزل لك في حل الواجب. ولكن انا بحل معاك بعض الاسئله في الحصه كده عشان تعرف طريقه الحل ازاي. بص كام تدريب عامل لك، يعني بصراحه كام اسئله جبار والله العظيم يعني. اهو تعالى. فين حبيبي؟ تدريب 1 عوامل الوقوع على خطأ التفكير. التفكير يساعد الشخص على الابتعاد عن قيمة الشخصية وتحيزاته ونظرياته لتحليل الحقائق واكتشاف الحقيقة. تناقض العبارة. بص بيوقعك ازاي؟ تناقض. دي من ضمن الحاجات كتير اللي هتوقعك. تناقض، تخالف. قال لي ماشي. التفكير يساعد الشخص على الابتعاد عن قيمة الشخصية وتحيزاته ونظرياته لتحليل الحقائق واكتشاف الحقيقة. العبارة السابقة دي أحد العوامل الوقوع في خطأ التفكير. أنهي واحدة من دول عكسها؟ تناقض. خلي بالك من كلمة تناقض. قال لي والله صعوبة المشكلة مش عارف، نقص المعلومات مش عارف، قابلية للاستواء مش عارف، تعصب الطرف مش عارف. طب انهي العلامه المميزه مثلا في السؤال اللي تخليني اجيب الاجابه بسرعه؟ قال لي تعالى نشوف يا مستر.
التفكير يساعد الشخص على الابتعاد عن قيمة الشخصية، يخلينيش واثق من نفسي كده. ماشي. وتحيزاته ونظرياته لتحليل الحقائق واكتشاف الحقيقة. أنهي واحد اللي بيخلينيش أكتشف نفسي ويخلينيش أبقى كده إنسان بروفيشنال؟ أنهي حاجة من دول؟ قال لي صعوبة المشكلة لا. قال لي والله التعصب والتطرف لا. قال لي ثواني كده يا مستر، التفكير يساعد على الابتعاد عن قيمة الشخصية وتحيزاته ونظرياته لا. بس انا كنت شاكك في التعصب والتطرف، بس لقيته بيقول لي هو ما نحسش، او بيقول لي التفكير بيساعد، بس جاب لي هنا قال لي تناقض. دي يا مستر الاجابه الصح. قال لي ليه يا مستر الاجابه الصح؟ لان هو بيقول لك التفكير بيخليك يبعد الانسان عن تحيزاته، خدت بالك؟ بيخليه ما يتمسكش برايه قوي. هنا جاي في الاخر جايب لك تناقض، يبقى هو بيتكلم عن التعصب والتطرف. ده عكس اللي بيقوله، التعصب بيتحيز جدا لرايه، لكن هنا بيقول لك بيبعد عن تحيزاته. جه في الاخر جاب لك تناقض، يبقى على طول التعصب والتطرف. ماشي. لا ينبغي اعاقه التفكير بفرض قيود غير ضروريه وتضييق مجال عمليه التفكير. تخالف. بص والله العظيم انا بتمزج من الاسئله دي. انت زي الحمار ضروري مش عارف ايه مجال عمليه العباره ده عامل الموقف الخطا، اروح جاي انا مديك صفر. ليه؟ عشان نسيت تخالف. هتلاقيني بوقعك كتير كده في الامتحانات. قال لي ماشي يا مستر. لا ايه في حياة الله. لا ينبغي اعاقه التفكير بفرض قيود غير ضروريه. يعني عشان ما اعوقش تفكيري او ما اخليش اوقف حاجه في تفكيري، ما ينفعش افرض فروض وهميه. قال لي جميل قوي. وتضييق مجال عمليه التفكير. تخالف العباره. احد عوامل الوقوع في خطا التفكير ايه هي؟ قال لي صعوبه المشكله لا. نقص المعلومات لا. عدم الدقه في استخدام اللغه. الله، امال ايه الاجابه الاقرب يا مستر؟ وانهي العكس اللي انا بقوله؟ يعني انهي بيقول لك لا ينبغي، انهي بقى اللي بيقول لي ينبغي اعاقه التفكير بفرض قيود ضروريه وتضييق مجال عمليه التفكير؟ يعني انهي الكلام اللي ينطبق على الكلام ده؟ انهي حاجه اللي بتفرض قيود غير ضروريه وتضيق مجال عمليه التفكير؟ قال لي الهيمنه والسلطه. انا شايف لا يا مستر دي بعيده. قال لي عدم الدقه في استخدام اللغه. ممكن انا ممكن الكلام يعني الكلام مش واضح بيفرض عليا قيود ان انا مش فاهم. قال لي ماشي. صعوبه المشكله والله ممكن. نقص المعلومات ممكن. عندك 3 اختيارات، انهي اللي هيخليني اجاوب الاجابه الصح؟ في اكيد علامه في السؤال، بس هو السؤال ابن كلب. يعني ينبغي اعاقه التفكير بفرض قيود غير ضروريه وتضييق مجال عمليه التفكير. انهي اللي هيخلي عمليه التفكير بتاعتك قليله قوي؟ قال لي يبقى صعوبه المشكله يا مستر. صعوبه المشكله هو بيقول لك تضييق مجال عمليه التفكير، اللي هو بيقول لك هنا لا ينبغي. ده اللي بقى احنا بقول لك عشان تخالف شيل لا. ينبغي اعاقه التفكير بفرض قيود ضروريه، يبقى صعوبه المشكله. هو اللي بيفرض عليك قيود حاجه اكبر من مستوى تفكيرك. ماشي. اتخاذ الفرد لقرارات على اساس من الارتياح او العكس. ماشي. دي ايه؟ تجسد العباره احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير. ما جابليش تخالف، ما جابليش تناقض، ما جابليش اي حاجه من دول. قال اتخاذ الفرد لقرارات على اساس الارتياح. والله انا مبسوط من اللي انا بعمله. دي ايه بقى؟ نقص المعلومات لا. تعصب تطرف لا. هيمنه لا. يبقى تغليب العاطفه امس. والله عاجبني الكلام ده يلا، مش عاجبني بلاش منه. مش بالحب، هي مش هنمشيها بالحب، احنا بنمشينها بالدماغ. هو ده مبدأ الفلسفه. يعني خليكوا مش بالحب اهو، بالعقل او بالدماغ.
اكتبها لكم بالبونت العريض. ماشي. ينبغي على الفرد تفنيد الرأي الموافق والمعارض وإبداء الآراء والأحكام على أساس العقل والمنطق والبيانات. في العبارة دعوة إلى التخلص من إيه؟ والله بيقول لك أنا عايز أتخلص من إيه، مش عايز إيه. ينبغي على الفرد تفنيد الرأي الموافق والمعارض وإبداء الآراء والأحكام على أساس العقل والمنطق والبيانات. قال لي يا مستر ده بيبعدني عن إيه؟ يعني لو عملت كده هيبعدني عن إيه؟ تفنيد الرأي الموافق والمعارض يبقى تعصب الطرف. التعصب والتطرف انا هتمسك برأي واحد اتنين وسواه، لكن لو انا عملت كده هيبعدني عن التعصب والتطرف. بص اسئله فيها لفه بس قمه في الروعه، مش خليني اتمزج كده وانا بشرحها لك والله العظيم. ماشي. شخص ما يعتبر ان كل شخص قريب منه فهو نقي لا يخطئ ولا يمكن ان يجرؤ على ايذائه والعكس. يمثل الموقف احد عوامل الوقوع في اخطاء التفكير وهو طبعا تغليب العاطفه. ساعات اخوات بيقتلوا بعض عادي. هي بص وضحتها لك صريحه. ساعات صحاب بيذبحوا بعض، مش بقول لك بيتخانقوا مع بعض، بيذبحوا بعض حرفيا. مش معنى ان الشخص قريب مني جدا او صاحبي جدا يبقى اديله الامان الكلي، لا. محدش عارف ايه اللي جوه، ايه اللي في القلب. وبيقول لك الفلوس تغير النفوس. يعني اديك امثله النهارده، انا مش عارف هريك النهارده امثله. يعد التركيز من احد المهارات العقليه الهامه التي تتم داخل العقل، وهي تلك العمليات التي تختص بالاهتمام بامر معين والاستمتاع الجيد للامر. يفتقد هذه المهاره من لديه. خدت بالك من يفتقد؟ مصر يوقعك وانت زي الحمار، مصر انت. بص مفيش منك رجا. بيقول لي يعد التركيز من احد المهارات العقليه الهامه، جميل قوي، والتي تتم داخل العقل، وهي تلك العمليات التي تختص بالاهتمام بامر معين والاستماع الجيد للامر. كل ده بقى بيفتقد ايه؟ يفتقد هذه المهاره من لديه ايه؟ يعني اللي عنده ده هيفتقد الكلام ده. فاهم؟ قال لي ماشي. التركيز المهارات العقليه الهامه التي تتم داخل العقل، ماشي. تغليب العاطفه على العقل، لا. التسرع في اصدار الاحكام، طب ليه يا مستر التسرع في اصدار الاحكام؟ بيقول لك احد المهارات التي تتم داخل العقل وهي تلك العمليات التي تختص بالاهتمام بامر معين والاستماع اليه جيدا. والله مهتم بموضوع قوي ولازم اسمعه كويس جدا، ولو عملت كده مش هتسرع في الحكم. لو افتقدت ده هطبق ده، لو افتقدت تسرع في الحكم هيبقى ده تمام. عشان كده هو جايب لك يفتقد ايه؟ يعني الكلام ده صح بس ملوش علاقه بالتسرع بالحكم، يفتقده. ماشي. من ابرز المشكلات التي تواجه البحث العلمي قله الدراسات السابقه المرتبطه كليا او جزئيا بموضوع الدراسه، فهذا سيؤثر بالتأكيد على جودة البحث العلمي. يمثل هذا الموقف أحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير وهو تاني من أبرز المشكلات التي تواجه البحث العلمي قلة الدراسات السابقة. يعني مفيش خبرات من الآخر كده، المرتبطة كليا أو جزئيا بموضوع الدراسة، فهذا سيؤثر بالتأكيد على جودة البحث العلمي. ماشي. يمثل هذا الموقف أحد العوامل في الوقوع فيه صعوبة المشكلة، ممكن عدم الدقة في استخدام اللغة، لأ. الهيمنة لأ. يبقى يا إما نقص المعلومات يا إما صعوبة المشكلة. نقص المعلومات عشان ما عنديش المعلومات الكافية. قلة الدراسات هو جايبها لك واضحة اهي. قلة الدراسات، ما عنديش المعلومات الكافية اللي أنا أعمل ده. كده أنا خلصت لك أول درس منطق بالكامل. الحصة الجاية بقى، لا الحصة اللي بعد الجاية، عشان إحنا قلنا حصة فلسفة وحصة منطق. هنشرح الحصة الجاية فلسفة بعديها منطق. المنطق المرة الجاية متعة، حتة عسلية المنطق. بص يعني حتة كريزة. المنطق ممتع جدا يا جماعة والله العظيم. أغلب الطلاب بتقول ده صعب وبتحس إن هي بتشمئز منه، لكن هو تافه 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 تافه. قال لي جميل أوي. والفلسفة تافهة والله برضه بس فيها رغي كتير، بس جميلة والله وممتعة. كده يبقى خلصنا الدرس ده
انتظروني الفيديو الجاي. سلام.